السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد من اقوى السلاطين اللي دازوا في المغرب. راجل كان كيحلم بامبراطوريه كتمتد من تونس حتى للاندلس. اسم ديالو الحقيقيه ابو الحسن المريني، ولكن المغاربه كيعرفوه بلقب السلطان الكحل. علاش تسمى هكا وكيفاش تحول من اقوى ملك في زمانه لواحد هربان للجبال ووحيد؟ وجدوا اتى ديالكم ويلا بينا. ابو الحسن المريني حكم المغرب في العصر المريني قرن 14، سمى بالسلطان الكحل حيت لو البشره ديالو كان غامق بزاف بسبب الام ديالو اللي كانت حبشيه. هذا الراجل كان مثقف بزاف، خطاط وعاشق للبنيان، هو اللي بنى اغلب المدارس اللي كنشوفوا اليوم فاس وصلة ومراكش، وهو اللي جمل شالة بالرباط. الحلم الامبراطوري. ابو الحسن ما بغاش يبقى غير في المغرب، هاجم على تونس وضمها للمملكه ديالو وطلع للاندلس باش يدافع عن المسلمين تما. في واحد الوقت كان المغرب هو القوه الضاربه في المتوسط، ولكن دوام الحال من المحال. في معركه الطرائف في خريف 1340 وقعت كارثه عسكريه كبيره وخسر بزاف ديال الجنود وضاعت هيبه الجيش المريني. هنا بدات اللعنه تابع السلطان، وهو راجع من تونس في البحر هبات عاصفه قويه غرقات الاسطول ديالو كامل الكنوز اللي فيه وباقرب الناس ليه. بقى هو وواحد شويه ديال الناس اللي نجاو. ومن رجع للمغرب لقى ولده ابو العينان اللي حتى هو سلطان معروف، دار عليه انقلاب وخدا ليه العرش. تخيلوا معايا الاب كيهرب من الموت في البحر كيلقى ولده باغي يقتلو باش ياخذ الحكم. سلطان الكحل ما بقاش ليه جاد، مشى تخبى في جبال الاطلس اللي هي منطقه جبل هانغورا، وعاش تما عامين في العزله والفقر من بعد ما كان كيملك الذهب والجاه. مرض وتوفى تما في ظروف غامضه، ولكن ولده ابو عينان ندم على داكشي اللي دار وجاب الجثه ديال الاب ديالو في جنازه مهيبه ودفنوه في شاله بالرباط. واليوم القبر ديال السلطان الكحل هو واحد من اجمل القبور اللي باقيه شاهده على عظمه المارينيين. قصة السلطان الكحل كتعلمنا باللي الدنيا غدارة وباللي حتى العظمة والقوة كتقدر تسالي في لحظة. نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.